السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديو جديد. النهاردة هنقول مع بعض حاجات البيبي بتاعة العناية، ايه اللي نفعني وايه اللي منفعنيش، وايه الحاجات اللي طلعت حلوة جدا جدا جدا، وايه الحاجات اللي طلعت مش قد كده، وايه الحاجات اللي طلعت سيئة، وايه الحاجات اللي ليها لازمة اوي، وايه الحاجات اللي ملهاش لازمة اوي. زي ما انتوا شايفين دي الحاجات اللي انا كنت جايباها لبنوتي لكوكي. طبعا الكل عارف ان كوكي دلوقتي عندها سنة وكده، فانا بقى معاكم بقى سنة اولى مامي، وهنشوف مع بعض ايه اللي طلع حلو وايه اللي مطلعش حلو. اولا انا كنت جايبالها الببرونة ديت، كنت جايباها لها من شيكو. هي 250 ملي. عاوزة اقول لكم تحفة تحفة تحفة، وانا جبتها وفعلا كيان رضعت صناعي. تمام، هي حلوة جدا جدا وخامتها نضيفة جدا 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 جدا. و بصراحة التوب ورقم واحد، انا حبيتها قوي واتبسطت جدا ان انا كنت جايبه لبنتي الببرونه من الخامه دي. وعلى فكره مهم جدا ان انا جبت الببرونه لان كيان مرضتش ترضع طبيعي وللاسف رضعت صناعي، فالحمد لله هي كانت موجوده ورضعتها بيها يعني. فلو انصح باي حد يجيب ببرونة شيكو ممتازة وحلوة جدا. تمام كده. وكمان يعني انا جبتلها كمان اللي هي طبعا لازم يعني طالما جبنا الببرونة هنجيب اللي هي الفرشة بتاعتها. الفرشة دي بصراحة انا ما استخدمتهاش في ببرونة شيكو الصغيرة دي لان انا كنت بغسلها بسبونش عادية، بس طلعت ممتازة ومفيدة جدا لما كبرت الكيان الببرونة عشان كانت حلوة جدا. لان انا مبعرفش طبعا الببرونة كان بقها ضيق، فكنت فبغسلها بالسفنجة. ده حاليا يعني انا بغسلها بالسفنجة. فالطقم ده ممتاز جدا جدا جدا، وهو خامته من ليكويد باين حاجة كده. وخامته كانت ممتازة وحلو وكويس اوي. تمام. نيجي بقى للسكاتة او السهاية او اللهاية او التتينة على حسب انتوا بتقولوا عليها ايه. هنا انا كنت جايبالها التتينة ديت اللي هي من سمارت بيبي، اللي هي بتقفل، اللي في الغطا بتاعها اغلاق ذاتي. حلوة مش حلوة؟ مش حلوة خالص. انا كنت فتحتها لبنتي في مناسبة العيد. عايزة اقول لكم كوكي كانت بتاخدها وتطفيها في نفس اللحظة. لما تيجي تبص فيها تعلم غطاها كان بيعلم، وغطاها مش سيليكون، غطاها بلاستيك، وهي فتحتها زي ما هي كده. يعني ده اخرها. يعني كوكي كانت بتاخدها وتطفيها على طول لانها كانت بتعلم على بقها. فحلوة ولا مش حلوة؟ ان الخامة دي مش حلوة او النوع ده مش حلو. ففي حاجات احسن غطاها بينزل لتحت خالص، ده الاحسن. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى اللي هي فرشه السنان او فرشه اللثه دي من شيكو. عايزه اقول لكم هي حلوه جدا جدا جدا، ونصيحه مني هاتي بتاعه شيكو اللي هي الفرداني دي اللي معاها الغطا بتاعها. انا دي اللي انا جبتها. مرات اخويا جابت اللي هي الفرداني، مش فاكره ماركتها كانت ايه، بس ما كانش معاها الحافظ بتاعها. عايزه اقول لكم متبهدله بيها جدا 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 جدا. مش عارفة تحطها فين، وكل شوية تقوم تغسلها وتعقمها لما تيجي تستخدمها لبنتها. فهي الأحسن بتاعة شيكو كانت ممتازة معايا بصراحة وجميلة جدا، وأنصح كل أم إن هي تجيبها. تاني حاجة معانا بقى اللي هي سرنجة الدواء. هي عاملة زي الببرونة كده، السيليكون بتاعها عامل زي الببرونة. انا كنت بدي الكيان بيها، كان بتفضل ان هي ترضع فيها لان هي البوز بتاعها عامل زي الببرونة. هوريها لكم اهو. حلوة ولا مش حلوة او كده؟ مش عملية اوي يعني، مش قد كده يعني، مش ضرورية. تمام. مش مهمة لان كل الدواء بتاع البيبيهات بالقطارة زي ما انتوا شايفين. هي معاها غطا كده. تمام. وهي كمان زي ما انتوا شايفين كده هي معاها الغطا بتاعها في معيار. هي زي ما قلت لكم اهي زي الببرونة بالظبط. حلوة ولا مش حلوة؟ هي كل اللي انا اكتشفته بقى، طبعا انا مامي اول مرة. تمام، يعني سنة اولى مامي بجد. دي نصيحة يعني مش ضرورية.
ما حسيتهاش عملية اوي، ما حسيتهاش ليها لازمة اوي. تمام. هي حلوة للدوا اللي هو بيبقى جاي من غير نقط، بس قليل جدا لو لقيتي دوا من غير نقط للبيبيهات كله، اللي هو مع القطارة بتاعته ده. تمام. فديت حاجة ضرورية مش ضرورية. عادي، ما حبيتي ان انت تجيبيها علشان خاطر لو البيبي تعب واضطريتي ان انت تكشفي عليه والدكتور كتب نوع دوا مش بقطرة هتديلها بيه، مش كده. بس انا عن نفسي ما استخدمتهاش قوي لان الدوا كله بالقطرة بتاعته. تمام. فهي مش ضرورية، مش ضرورية، خلينا نحطها في خانة ان هي مش ضرورية. تاني حاجة معانا بقى اللي هي المعلقة ديت او الببرونة بتاعة الاكل. بصراحة هي حلوة جدا 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 ونفعتني جدا جدا جدا. يعني ضرورية ولا مش ضرورية؟ ضرورية ومهمة وهاتيها وهتنفعك. ديت بقى هي عاملة زي الببرونة كده، سيليكون، وبس بدل بوز الببرونة معلقة. لأول ما تيجي تبدأي ان انتي تأكلي البيبي، بدل ما تجيبي طبق ومعلقة سيليكون وكل الكلام ده، لا، دي انتي بتعملي الاكل، بتهرسيه مثلا، بتسلقيه وتضربيه بالبلندر وتحطيه فيها وتقعدي تأكلي. يعني تضغطي كده، هي المعلقة من فوق من جوه فيها ثقب كده او خرم، وبتتكي ان ينزل الطعام في المعلقة وتبدأي تأكليه. حلوة، حلوة جدا، نفعت جدا وكانت ممتازة. لان انت لما تيجي تاكلي البيبي بيطف وبيرجع وبيريل وبيفضل يتحرك، فانت مش هتعرفي ان انت تبقي محكمة بالمعلقة والطبق، فدي ممتازة. تاني حاجة معانا بقى ايه؟ اللي هي الكوباية دي. انا كنت جايبة الكوباية دي من ماركة سمارت بيبي. هي حلوة وممتازة جدا. بنتي ما شربتش بيها الاول بس بعدين هتشرب. تمام. يعني هي حاليا انا بديلها فيها عصير. دلوقتي انا بديلها فيها عصير، بتمسكها وترضع فيها زي الببرونة. بس انا مش عارفة هي ليه ممكن بقى معرفش بقى. يعني هي خامتها حلوة وكويسة، بس كوكي بنتي لما بتيجي ترضع بتمسكها ويعني ان هي مش بترفعها لفوق، مش بترفع دماغها، لا، هي بتوطلها دماغها. تمام. فبساعات اللي هي الجزء السيليكون ده اللي فيه البوز بتاع الشرب بينزل فيها. تمام. فانا مش عارفة ده هل ده من عيب الماركة ولا ايه، الله اعلم. تاني حاجة معانا التتينة الفاكهة. ملهاش اي 30 لازمة. انا كنت جايبالها تتينة الفاكهة دي بشخلالة، هتلاقوني عمالة اشخلل لكم بيها كده. بصراحة ما لقيتش ليها لازمة. يعني انا اديتها لها وهي حوالي عندها 7 شهور، ما لقيتش فيها لازمة قوي. ما جربتش ان انا اديها لها تاني. ممكن اجرب ان انا اديها لها تاني، بس هي دلوقتي خلاص، يعني معلش، هي عمرها سنة وشهر اهي، فخلاص، فهديها لها فين؟ يعني انا كل ما تكبر اصغرها تاني. فالضرورية او مش ضرورية؟ مش ضرورية. لها لازمة ملهاش لازمة؟ ملهاش لازمة. تمام. لان اصلا الوقت بتاع الطفل ده انت بتبدأي ان انت تهرسي الاكل وتديهوله ببرونة الاكل. فتتينة الفاكهة مش عارفة بصراحة، بس ما حسيتهاش عملية اوي. يعني ايه مش ضرورية؟ انت ممكن تجيبيها للبيبي ان هو يفضل يعضعض فيها كده وخلاص زي العضاضة وخلاص. لكن ان انت تحطي فيها فاكهة وكده مش عارفة برضو. مش ضرورية. ضرورية ولا مش ضرورية؟ مهمة ولا مش مهمة؟ لا، ما حسيتهاش مهمة قوي وما حسيتهاش ان هي ضرورية قوي. تمام. وايه تاني؟ وبرضو كنت جايبالها اللي هو الشفاط بتاع المناخير ده. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا، بس مش وهي صغيره. يعني ايه؟ يعني هو نفعني وهي في السن بتاعها ده دلوقتي. بصراحة لما بيبقى في خنفرة او دور برد شديد عليها، بقوم جاية ماسكاه بالاستخدام بتاعه، ضغط عليه وحطاه في فتحة مناخيرها وسايباه بيشفط كل حاجة جواه. بصراحة ممتاز وانصح اي ام بيه وضروري جدا. ومعانا تاني هنا بقى الفرشة والمشط. بصوا، الفرشة والمشط لازم تجيبوهم خامة نضيفة جدا، عشان خاطر طبعا فروة الراس بتاعة البيبي بتكون طرية قوي، وما ينفعش يعني ايه، مش هتخسرنا حاجة. هي حلوة جدا وبتاعت شيكو ممتازة.
فوق الممتاز عشان اقول لكم يعني. تمام. وطبعا دي حاجة ضرورية يعني مفيهاش كلام. معانا كمان اللي هو الطقم بتاع شيكو ده، اللي هو الملقاط والمقص والقصافة والمبرد. طقم شيكو حلو جدا وممتاز جدا ونضيف جدا جدا جدا، بس عيبه حاجة واحدة. ايه هي بقى الحاجة دي؟ ان هو فرداني متفرق كده زي ما انتوا شايفين. انا ومرات اخويا جايبه علبه كده فيها الطقم ده كله، بس مش من شيكو، من ماركه تانية بس انا مش فاكره اسمها ايه. تمام. فهو حلو قوي وانصح اي ام بيه، ولو لقيتي العلبه اللي بقولك عليها دي هاتيها. هنا بقى معانا تاني، كنت جبت لها نوعين الاسبراي دول. انا عارفه ان الاسبراي غلط على البيبيهات والاطفال، بس انا كنت بعمل ايه بقى؟ هم عجبوني قوي، فكرته عجبتني. كنت بعمل ايه بقى؟ كنت برشلها على الهدوم قبل ما البسها لها. تمام. انا كنت بعمل كده، وهو حلو ونضيف جدا وحاجه كده منعشه للبيبيهات. وعلى فكره ما كانش ليه ريحته ما كانتش نفاذه قوي. تمام. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد على الف خير. ويا ريت تدوسيلي لايك وتشتركي في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. مع الف سلامه. وما تنسوش